حددت عليك بحد الله ما تأذيني ولا أذيك. أنا طه اليوسفي وده برنامج حكاوي مصري. تعال أقول لك على كل ما هو جديد وحصري. بس قبل ما أحكي لك الحكاية تعال أسمعك القسم ده اللي هو مبني عليه أصل الحكاية. أقسمت عليك يا ساكن هذا المكان، حية أو عقرب أو تعبان، أن تأتي إلي زاحف بأمر المنان، تخالف أمري تموت بأمر الحي الذي لا يموت. يا حي يا قيوم وكرامة سيدنا النبي والشفعة والحضرة، رأيتك من كل دابي إذا دبا وابن الحرام إذا حبا. هقولها تاني، حلوة يعني عجباني كده، فعارف فيها موسيقى، إنما ربك فينا شرهم وابن الحرام إذا حبا. إيه بقى اللي عايزين نقوله؟ عمرك شفت، أكيد شفت كتير بيحصل في القرى في الصعيد أو في وجه بحري أو في بعض الأماكن اللي موجودة في القاهرة والجيزة يعني والعواصم الكبرى، واحد مهنته إن هو يصطاد تعابين وبيتقال عليه الرفاعي أو الحاوي. مهنة زي أي مهنة لها قدرات ومواصفات خاصة ومتوارثينها ومتدرب عليها، بس الغريب بقى في الدخلة بتاعته. يعني هو يدخل البيت عادي ان شاء الله يا رب يكون البيت محطوط الحيطان بتاعته نفسها فيها سيراميك، يدخل كده فاضي ايديه قدام الناس كلها ويطلع يقول قسم تقريبا زي اللي انا قلته ده بالظبط او بعض التمتمات التانية، فيسمع صوت صفارة موجودة في مكان، في اي مكان بقى، في المطبخ، في طرقة، تحت ترابيزة، هو بس الوحيد اللي يروح لها ويطلع بالتعبان ويخدم على القعده كمان او على الدخله دي بالظبط بعقربتين ثلاثه. يا اخي ان شاء الله العقربه لما اكمل لكم بقى الحكايه. هي دي اصل القصه. هو القسم ده حقيقته فين والسر بتاعه فين والحدوته فين؟ هل هو فعلا قسم متوارث زي ما هم بيدعوا ان ده قسم رفاعي، يعني واخدينه عن احدى الطرق الصوفيه وهي الطريقه الرفاعيه اللي على راس قائمتها هذا القطب العظيم سيدنا الامام والعالم والفقيه الجليل الشيخ احمد الرفاعي؟ ولا ده حاوي عنده قدرات خاصة وبعض الناس بتقول ان هو بيبقى معاه مادة معينة كده بتجذب وبتثير التعبان ده لو كان موجود بالفعل فبيعرف يستقطبه، لان ده مهنة بيقبض عليها فلوس، فاحيانا بيوصل ان يطلع تعبان من مكان بياخد اكتر من 1000 جنيه. ده حقيقي بياخد كده، وكمان بيبقى خلاص قعدته هو المدير بقى، هو المنقذ. انت بتشوف بعينك اللي ما كنتش مصدقه ان هنا في المكان ده في تعبان وطالع التعبان من قدامك. هي دي الازمة او المشكلة او المهنة اللي احنا مش عارفين سرها. انت نفسك لو مسكت الحاوي او الرفاعي واقسمت عليه بالقسم اللي قسمه علشان يطلع التعبان، قول لي الحقيقة فين، انسى من آلاف السنين. يعني انت ممكن تعرف سر بنات الهرم ازاي والتحنيط ازاي وما تعرفش السر بتاع قسم الرفاعي او الحاوي. هي مهنة، في ناس بتربي يعني حيوانات شرسة، نمور واسود وموجود، وفي ناس برضو بتطلع تعابين وبتطلع عقارب. ده واقع فرض نفسه، الحقيقة فين؟ لكن احنا في كاميرا حكاوي مصري صورت لكم جزء من الموضوع ده، شوفوا وتعالى اقول لك خلاصة الحكاية ليه احنا اتكلمنا عن الرفاعي او الحاوي. خلاص رحت فين؟ هب ماشي شفتوا بقى الراجل منسجم قوي مع التعابين وبتصور معاهم خلاص، يعني تحس ان دول اولاد خالته اللي هم راضعين على بعض. مهنه، هل ده يعني مطوعهم بقسم ولا بتدريب؟ قيس على كده كل اللي انت بتشوفه في المهنه. عايزين نقول ايه في الفيديو؟ ان العالم والفقيه وقطب الاقطاب الشيخ احمد الرفاعي اعتقد
ربما نجزم بهذا أنه هو بريء من هذه الخزعبلات، لأن هو كان عالم وفقيه وليس صائد للثعابين. أشوفكم في فيديو جديد من حكاوي مصري. مش أنا قلت لك كل ما هو حصري عندنا في حكاوي مصر. ربنا يحفظنا من العقارب والتعابين والناس اللي أنا قلت عليها في الأول. سلام.